اهتمت المدرسة التجريدية الفنية بالأصل الطبيعي ورؤيته من زوايا هندسية، حيث تتحول المناظر إلى مجرد مثلثات ومربعات ودوائر، وتظهر اللوحة التجريدية أشبه ما يكون بقصاصات الورق المتراكمة أو بقطاعات من الصخور أو أشكال السحب، أي مجرد قطع إيقاعية مترابطة ليست لها دلائل بصرية مباشرة، وإن كانت تحمل في طياتها شيئا من خلاصة التجربة التشكيلية التي مر بها الفنان. وعموما فإن المذهب التجريدي في الرسم يسعى إلى البحث عن جوهر الأشياء والتعبير عنها في أشكال موجزة تحمل في داخلها الخبرات الفنية. رسالة الماجستير بتاعتي كانت بتتكلم عن التضاد في التصوير كمصدر لاستلهام صياغات تشكيلية مستحدثة. اتكلمت فيها عن أنواع كتيرة جدا للتضاد، والتضاد بكل أنواعه، زي التضاد في الكمية، زي كتير وقليل، والتضاد في الأشكال هندسي وعضوي أو موجب وسالب، وأنواع أخرى للتضاد زي التضاد في الملمس، الخشن والناعم، وتضاد في التجسيم، المحدب والمقعر والمجسم والمسطح والبارز والغائر. كل أنواع المتضادات دي كانت مصدر إلهام لصياغات تشكيلية مستحدثة. الصياغات التشكيلية بتنمي الموهبة وبتعتمد على التمييز والتفرقة ما بين الثنائيات، واستخدام كتير من الخامات والأدوات بيساعدنا ان احنا نحرر الفكر ناحية ان احنا نوصل لصياغة تشكيلية حديثة، وده اللي كان بيميز الإنسان ان هو يكون أفضل المخلوقات. يعد مبدأ التضاد قيمة تصميمية هامة في تحقيق التنوع وإضفاء معاني متغيرة في التصميم الفني، فالله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه التشابه والتضاد. يتضح التضاد في الليل والنهار والذكر والأنثى، بل في المعاني أيضا كالخير والشر والجنة والنار. التضاد كمعنى مطلق هو قوتان كل منهما ضد الأخرى، إن ظهرت إحداهما اختفت الأخرى، كالليل والنهار لا يتواجدان معا. أما التضاد في التصميم فيعنى به التباين، بحيث تتواجد القوتان معا أو إحداهما تبين الأخرى وتؤكدها. فعلا المتضادات ليها علاقة جامدة جدا بالفن التجريدي، لأن الفن التجريدي هو بيجرد كل شيء ويخرج من الشيء الطبيعي للوصول إلى المعنى وللوصول إلى ما وراء هذا الشيء، الروحانيات. ودي كانت فكرة الصوفية، اللي هو ان احنا نتجرد من كل شيء طبيعي، وان احنا نوصل لما وراء الشيء اللي هو المعنى الروحي والمعنى الذاتي، مجرد من كل التفاصيل. بالنسبة للفن التجريدي، هي مدرسة كانت موجودة في ألمانيا. في عام 1908 قام الفيلسوف فورينجر بنشر كتابه التجريد والتصوير، وفي نفس العام ده بدأ الفنان كاندينسكي بنشر أعماله، وكانت دي الشرارة الأولى للحماس بدراسة هذا الفن والاهتمام بالمبادئ بتاعته والقيم بتاعته. قد نجح الفنان كاندينسكي، وهو أحد فناني المدرسة التجريدية العالمية، في بث الروح في مربعاته ومستطيلاته ودوائره وخطوطه المستقيمة والمنحنية، بإعطائها لونا معينا وترتيبها وفق نظام معين، ويبدو هذا واضحا في لوحته تكوين التي رسمها عام 1914.
كان التطور الآخر في تاريخ الفن في اتجاه بزوغ التيارات التجريدية والاستخدامات البارعة للخامات ومحاولات الاستقلال عن العالم الواقعي على اعتبار أنه مصدر للموضوعات والأفكار. المدرسة الواقعية بتلتزم بكل ما هو طبيعي وأساسي موجود. يعني الشجرة تترسم شجرة زي ما هي، الإنسان يترسم إنسان زي ما هو، البورتريه يترسم بورتريه زي ما هو. لكن التجريدية تبسيط الأشكال لأشكال هندسية بسيطة مجردة، لن يوجد فيها أي ملامح ولا تفاصيل دقيقة، بل هي أشياء مجملة بنوصل بيها للمعنى الحقيقي، وبيبدأ الإنسان إن هو يعبر عن ما بداخله. المدرسة التجريدية فيها كتير قوي من الفنانين المشهورين بيها زي جاكسون بولوك. وجاكسون بولوك كان بيسكب علبة ويبتدي ان هو يرسم على اللوحات. فلما شفت اللوحات دي بدأ الموضوع ده يشغل بالي جدا، وبدأ شغل السكينة في الرسم بدأ يشغلني جدا. فبدأت ان انا اوظف المتضادات اللي انا استخدمتها في رسالتي في الماجستير بان انا اعمل اشكال تجريدية متضادة باستخدام السكاكين الخاصة بالرسم. شغل السكينة كان بيديني متعة كبيرة جدا من ناحية ان انا استخدم السخن والبارد، الهندسي والعضوي، الشكل المجسم والشكل المسطح، البارز والغائر، الموجب والسالب. فبدأت ان انا استخدم شغل السكينة بشكل تجريدي في اللوحات بتاعتي. الغرض من استخدام التضاد هو أن أثره عميق وقوي في التصميم، وقد يكون لغرض جمالي أو وظيفي أو كلاهما معا، كما يمكن في بعض الأحيان أن يكون لغرض تعبيري حاملا دلالات لشيء ما. عند استخدام خطط الألوان المتوافقة في العمل الفني فإنها تخلق الاتزان المتماثل في المحيط، وتلك الخطة من الخطط اللونية الشائعة الاستخدام لما لها من مردود نفسي ووظيفي ناجح، ولكن أحيانا تعطي تلك الخطة الإحساس بالملل، فهي خطة متنبأ بها مسبقا. وهنا يلجأ الفنان إلى استخدام خطة الألوان المتباينة. غالبا بنستخدم الوان مائيه، الوان الاكريل والوان الاكريليك والوان الزيت. الفكره الاول بتيجي في دماغي، بعد كده ببتدي ان انا احضر اللوحه واجهزها للشغل. بعد كده ببتدي ان انا اطلق عناني وفكري للابداع والابتكار. ببتدي ان انا اشتغل طبقه اولى للشغل، بعد كده ببتدي اشوف العمل الفني من زاويه، من منظور بعيد شويه، بحيث ان انا اشوف العمل متكامل. ابتدي ان انا اشوف ايه الاماكن اللي انا محتاجه ان انا اغمقها، والاماكن اللي انا محتاجه افتحها، ايه الاماكن اللي انا محتاجه ان انا اديها الوان ساخنه، وايه الاماكن اللي انا محتاجه ان انا ادي فيها تفاصيل اكتر. وببتدي ان انا اعمل طبقه تانية للشغل، وبعد كده ممكن افنش الشغل واستخدم تقنيات متنوعه للفن التجريدي في خلال عمل فني واحد، زي تقنيه التسييل وتقنيه اللي هو الشد بالمسطره. يعني تقنيات كتيره جدا بنبتدي ان احنا نستخدمها في عمل فني واحد.
مولودة في بغداد العراق. وكانت مرحلة الطفولة كلها كانت هناك، وبدأ حبي للفن من خلال رؤية بعض اللوحات وبعض الفنانين، وانتشار كراسات الرسم في المكتبات والأماكن المتواجدة. فبدأت ان انا فعلا اجيب كراسات الرسم وابتدي ان انا اشتغل عليها والخامات اللونيه، وكان والدي بيوفر لي كل الخامات اللونيه اللازمه. وبدات ان انا اعمل تجارب فنيه كتيره جدا، وبدا حبي يزيد للفن وللرسم لحد لما بدات ان انا اطور من نفسي، وبدات ان انا اول ما وصلت مرحله الثانوي اصريت ان انا لازم ادخل كليه فنون واتخصص فيها. وبالفعل فعلا دخلت كليه تربيه نوعيه قسم تربيه فنيه، وزاد حبي اكتر بان انا اكمل ماجستير ودكتوراه، وعملت فعلا في بدايه حياتي دبلومه، وعدلت بدبلومه تانية، وبعد كده عملت الماجستير. بعد كده دخلت في مرحله الدكتوراه. أنا بداية حبي برضو للفن وإصراري على تكملة المسيرة بأن أنا قمت بالتدريس في الجامعة في كلية تربية نوعية أشمون جامعة المنوفية، ودي كانت الكلية اللي أنا اتخرجت منها. درست فيها تصميم ونحت وتصوير، وبدأ من خلال احتكاكي بالطلاب ومن خلال احتكاكي بالسادة أعضاء هيئة التدريس بإصراري على تكملة المسيرة إلى النهاية يعني. أكتر حاجة بحبها جدا لوحة أنا كنت رسمها للتنورة، ولوحة كنت رسمها لراقصة الباليه، واللوحات اللي أنا كنت بعملها على مساحة كبيرة، فرخ كامل 244 في 124، وكنت بقسمها لشرائح طولية، وكنت بستخدم فيها سكينة الرسم. أنا بتميز أكتر بالألوان البراقة، الألوان الزاهية. بحب أوي أستخدم المتضادات في شغلي ما بين السخن والبارد. الألوان الساخنة هي كل لون قريب من الشمس، زي اللون أو لون ناري، يعني زي اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر، البنفسجي المحمر. والألوان الباردة اللي هي تميل إلى الطبيعة، السماء، البحر، زي الأزرق والأخضر، البنفسجي المزرق. بحب قوي أجمع ما بين المتضادات في قلب اللوحة واشتغلها بالسكينة، ودي أكتر حاجة ميزتني قوي، الألوان المتضادة والألوان البراقة. فكنت بحب قوي فن النحت، وبالذات الفن النحت الخزفي، وكنت بحب قوي اقعد اعمل اصب التمثال واعمل منه سالب واعمل منه موجب، وكنت بحب جدا الخزف وبكل انواعه، الخزف عن طريق القالب والحبال يعني كل انواع الخزف. وكنت بحب النسيج جدا، النسيج اليدوي، وكنت بتميز جدا فيه، والطباعة بكل أنواعها، الفن التصوير بكل أنواعه، الكولاج. وحتى أنا كنت بدرب وبعمل بعض الورش الفنية المتعلقة بكل أنواع الفنون، زي الخزف والتصوير والكولاج، واستخدام الألوان المائية والألوان الزيتية،
والفحم والمنظور الداخلي والخارجي، الاكستيريور والانتيريور، والفيجر والبورتريه. دراستي للتربية وعلاقتها بالفن ليها أثر كبير، لأن أنا فعلا حبيت إن أنا أوظف ده بعد ما اتخرجت وأتعامل مع كل فئات المجتمع. وفعلا أنا قمت بالكثير من الورش الفنية من الأطفال الصغيرين خالص في مرحلة الكيجي لحد الكبار اللي هم في سن أربعينات وخمسينات. يعني كان بيجيلي ناس ما كانش الفن ملهوش عمر معين. فعملت كتير فعلا من الورش الفنية، وكنت بدرب على كل فروع الفن، وبالذات بالأخص التصوير بكل أنواعه، علشان هو مجال دراستي يعني. ففعلا انا عملت ورش كتير قوي، وعلمت خزف وعلمت كولاج وعلمت الوان مائيه وتقنيات كتير، وبدات ان انا اعمل ورش كمان لتاسيس الاطفال من البدايه لحد الاحتراف، وبقيت اعلمهم ايه الالوان الاساسيه وايه الالوان الثانويه، واعلمهم ازاي يعملوا لوحه ويكونوا لوحه. وبعد كده بدات ان انا اعلمهم ازاي يرسموا بقى الاسماك والطيور وتشريح الحيوانات والطبيعه اللي حوالينا الجميله، ونرسم لايف. وبدات اعلم برضو ورش فنيه للكبار بان انا اعلمهم ازاي يرسموا طبيعه صامته بالرصاص وبالفحم، وازاي يرسم بورتريه، وازاي يرسم جسم كامل فيجر، ونسب جسم الانسان هي عامله ازاي، وازاي يرسم شخصين ثلاثه قاعدين قصاده، وازاي يرسم المنظور الاوضه اللي هو قاعد فيها او المبنى اللي هو باصص عليه، ويعمل منظور طائر ومنظور النمله. وبدات اعلم كمان الالوان بقى بكل خاماتها، زي الالوان المائيه، الوان الباستل، الوان الباستل اويل، الباستل سوفت، الوان الاكريليك، الوان الزيت، وازاي يعمل لوحه على توال، وازاي يعمل لوحه على خشب. وكنت دايما انظم معارض مجانيه كل سنه لكل الناس اللي انا عملت لهم ورش فنيه، بان هم يشاركوا، وادعي كل اصدقائي الفنانين بان هم يعلقوا على اللوحات بتاعتهم عشان يطوروا من اسلوبهم الفني. وقمت كمان بورش فنيه كتير لتجميل المدن زي مدينه العاشر من رمضان. كنت بنظم كل صيف ورش فنيه مجانيه للرسم الجداري، وادربهم وازاي يعملوا النسب والابعاد، وازاي يستخدموا الالوان، وازاي يحضروا الجدار بحيث ان هو ينفع للرسم. وكانت بتبقى اوقات ممتعه جدا ليا وللولاد. تحرر الفنان في القرن العشرين من التقاليد الفنية التي كانت متبعة في مدارس القرن التاسع عشر، فبعد عن الواقعية الموضوعية وبدأ طريقا جديدا لم يتقيد فيه بأشكال المرئيات وألوانها. كما نشأت فكرة العودة إلى البساطة وتحطيم الأشكال الطبيعية وتحريفها، وبرزت هذه الفلسفة في مذاهب الوحشية والتكعيبية والتعبيرية والمستقبلية والتجريدية.
دايما يقابلني فئة موهوبة جدا وفئة يعني مش هاوية. فكنت بتعامل ازاي مع الفئات اللي هي الغير هاوية، ان انا بقول لهم ان دي مهارة، وان احنا ممكن ان احنا نطور المهارة من خلال التدريب. وفعلا الحمد لله نجحت في كده. كتير جالي ما كانش موهوب وما كانش دي هوايته، لكن هو نفسه يعرف ده ايه، ونفسه يعرف يعمل زي اصحابه اللي موجودين معاه في المدرسه او او جيرانه او اصدقائه. فبدات فعلا ان انا اقول لهم ان هي مهاره، وان احنا لو اتدربنا عليها كتير هنكتسبها. وفعلا الحمد لله من خلال التدريب اكتسبوا المهاره وبداوا ان هم يبقوا فنانين مبدعين. بتفرق شويه من الطالب اللي هو الموهوب او الطفل اللي هو حابب وعنده شغف داخلي، بيبقى العمل الفني بتاعه متميز اكتر شويه من باقي اصدقائه اللي هم نفسهم يعرفوا ده ومش بيعرفوا خالص، ونفسهم يعرفوا المبادئ والاسس والقواعد. لكن التاني بيتفوق وبيقدر ان هو يجيب برضو نتيجة حلوة فنية، وان هو يعمل عمل فني مبدع يفرح جدا ويوريه لأصدقائه والقرايب ويعرضه كمان في المعارض. فالحمد لله انا نجحت جدا في النقطة ديت، بان انا مش فارق معايا اللي قدامي موهوب او غير موهوب، هي مهارة وهنكتسبها من خلال بعض التدريب. يما جرس رناني قد خاض البحور وانا حيراني. اسهل حاجه دايما بنصح بيها الاطفال الالوان المائيه والوان الخشب، بس الانواع اللي هي المتميزه والمتخصصه. ولما يكبر شويه بقى والوان الباستل اويل. الوان الباستل اويل بتدي نتيجه حلوه جدا للاطفال، بالذات ان هم ممكن يكون البنيان العضلي بتاعهم ضعيف شويه ومش بيقدروا ان هم يتحكموا في القلم. فالالوان الباستل اويل هتساعدهم جدا، لان هي بتبقى عباره عن شكل زي صابع كده وبيبقى وسيطه زيتي، فبيديه احساس الالوان الزيتيه وهو ما استخدمش الوان زيتيه يعني. أحب أوجه رسالة بأن الفن ملهوش سن وملهوش عمر، ومش شرط خالص أن أنت تكون درست كلية فنون. ممكن يكون من المجموع بتاعك ما جابش أن أنت تدخل كلية فنون جميلة أو كلية تربية نوعية أو كلية تربية فنية، ونصيب ما جاش أن أنت تدخل كلية وتتخصص وتدرس كل الفروع، لكن قدامك المجال واسع. تقدر من خلال الورش الفنية المتنوعة الموجودة في كل المراكز، تقدر ان انت من خلال المعارض، من خلال المتاحف بينظموا برضو ورش كتير، يعني هتلاقي النشاط ده موجود. والكليات برضو بتعمل دراسات حرة لكل اللي مدرسي او دخل كلية حس ان هي مش مجاله، زي مثلا دخل حقوق، دخل طب، دخل صيدله، دخل تجاره، وحس ان هو لا، الفن هو ده سكته وهو ده مكانه وهو ده مجاله. فالقطر لسه ما فتكش ولسه العمر قدامك، وتقدر ان انت تتعلم بمنتهى السهوله خلال شهور او سنه او سنتين. تقدر ان انت كانك خريج كليه فنون، وتقدر ان انت تشارك في معارض ويكون ليك بصمه. وكتير قوي من اللي حوالينا مش خريجين كليات فنون ولا متخصصين، وفنانين مشهورين وموهوبين.
أنا في رسالة الدكتوراه بدأت إن أنا أبعد شوية عن التضاد، وبدأت إن أنا كان بيلفت نظري جدا وجوه الفيوم، فخدتها محور رسالتي. وجوه الفيوم أول بورتريه اترسم كان موجود، فأنا شغل بالي جدا إن أنا ليه ما أخدش هو ده يعني محور رسالتي، وفعلا اهتميت جدا بالنقطة دي وبوجوه الفيوم، وبدأت إن أنا أدرس فيها، وإن شاء الله قريب جدا أفرجكم مزيد من الأعمال. يرتبط مفهوم التباين اللوني والتضاد في العمل الفني ارتباطا وثيقا بالمدارس الفنية الحديثة، فهذا التباين يعبر بحق عن ثورة الفنان على كل ما هو تقليدي ومألوف. وقد قال الفيلسوف الألماني هيجل إن التناقض هو جوهر جميع الظواهر والأشياء، وهذا التضاد هو منبع كل نمو.